صباح الطاقة أو مساء الحماس. أنا يمنى بخلي الحياة تمشي حلوة وسهلة. لو دي أول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك واشتراك عشان عيلتنا بتكبر كل يوم. ويلا بينا نبدأ الفيديو لأن النهاردة عندنا كلام جميل أوي. في ناس كتيرة بتسألني أستخدم إيه في المذاكرة، تطبيق، كشكول، جدول. بس الحقيقة إن مش كل أداة تنفع لكل الناس، واللي نافع لصاحبك مش لازم ينفعك. النهاردة هقولك إزاي تختار الأدوات اللي فعلا تناسبك وتخليك تذاكر بذكاء مش بتعب. اعرف نفسك الأول. قبل ما تختار أداة لازم تفهم نفسك. هل أنت بتحب تكتب بإيدك ولا بتحب كل حاجة تبقى على الموبايل؟ في ناس لما تكتب بتحفظ، وناس تاني لما تشوف ألوان وصور بتفتكر أكتر. يعني لو بتحب الورق، الكشكول المنظم أو البورتفوليو هيكون ممتاز. لو بتحب التكنولوجيا استخدم تطبيقات زي نوشن أو جوجل كيب. حدد هدفك. اسأل نفسك الأداة دي هتساعدني في ايه بالظبط. مثلا لو عايز تراجع استخدم تطبيق فلاش كارد زي أنكي. لو هدفك تنظيم الوقت استخدم بلانر أو تقويم جوجل. لو بتحب تتابع إنجازك اعمل جدول بسيط وعلقه قدامك. المهم إنك تختار أداة ليها وظيفة واضحة، مش بس شكلها حلو. جرب قبل ما تعتمد. مفيش أداة سحرية. جرب أسبوع بالأداة وشوف هل فعلا فرقت معاك. لو لأ غير عادي جدا. أهم حاجة ما تضيعش وقتك في إنك تفضل تدور وتحمل كل تطبيق في الدنيا وفي الآخر ما تذاكرش. الأداة مش هي اللي هتذاكر مكانك، هي بس بتسهل لك الطريق. اختار اللي يناسبك مش الترند. ولو عايز أقولك عن أفضل الأدوات اللي أنا جربتها بنفسي اكتبلي في الكومنتات وهعمل عنها فيديو قريب. وبس ما تنسوش اللايك والاشتراك واستنوني في الفيديو الجاي عشان كل يوم بنخلي المود يعلى، وأنا يمنى بخلي المود يعلى والدنيا تحلى.